استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني والوفد المرافق بحضور السفير الفرنسي في لبنان. وبحث الجانبان تطورات الأوضاع السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا والتجديد لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان لولاية جديدة. وجدد بري تأكيد لبنان التزامه بقواعد الاشتباك وحقه في الدفاع عن النفس بمواجهة العدوان الصهيوني الذي لم يوفر في اعتداءاته المدنيين والإعلاميين والمسعفين، ناهيك عن استخدامه السلاح المحرم دوليا، لا سيما القذائف الفسفورية في المساحات الزراعية والمناطق الحرجية. وأكد بري حرص لبنان على ضرورة التمديد لمهام قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان لولاية جديدة وفقا للمشروع الفرنسي ونص القرار الأممي 1701. ثم التقى سيجورني رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في دارة الأخير في بيروت، حيث تمنى الوزير الفرنسي استمرار عدم التصعيد من الجانب اللبناني، مقدرا ضبط النفس في هذه الفترة الصعبة. أما رئيس الحكومة فشدد على أهمية دعم التمديد للقوة الدولية في جنوب لبنان لفترة سنة، داعيا إلى التحلي بالصمت والصبر والصلاة. سيجورني التقى أيضا وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب، وتم عرض للوضع في جنوب لبنان والمساعي الجارية حاليا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ولا سيما المحادثات التي تجري في الدوحة. وأكد الوزير أبو حبيب أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة سينعكس على لبنان، وأنه في حال تعثرت جهود وقف إطلاق النار فيجب البحث عن حلول أخرى لوضع حد للعدوان الصهيوني. وأكد أبو حبيب تمسك لبنان بالتمديد لليونيفيل واستعداد الحكومة لتعزيز وجود الجيش اللبناني في الجنوب، مناشدا الدول الأعضاء في مجلس الأمن للموافقة على تمديد ولاية اليونيفيل من دون إدخال أي تعديلات.